السعودية. تفضلي. أم محمد. الو. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت أنا ما عندي سؤال، بس أنا عندي طلب من الشيخ. أنا أبغاه يسامحني لأني في يوم من الأيام أنا كنت قاعدة مع إنسان واغتبته. أنت نفس اللي أرسلتي رسالة على الجوال؟ والله أرسلت رسالة على الجوال بس خفت إنكم ما تقروها، وأنا مرة طيب. والله تعبانة. لا والله أنا فاتح الرسالة كنت بقراها على الشيخ، لكن ما دام اتصلتي أنقل له بإذن الله تعالى طلبك وتبشرين بالخير بإذن الله تعالى. شكرا لك يا أم محمد ولحرصك. الأخ أبو مقبل من السعودية تقول كانت في مجلس، وعندما جاءت سيرتكم أخطأت فاغتابتكم سماحة الشيخ وتريد منكم العفو والسماح. أولا أسأل الله لنا ولهم العافية. آمين. أنا مسامح لكل من قال وأعفو عنه، وليس في نفسي على أحد أي إن شاء الله ما أخذ، ولكن أوصي إخوان المسلمين بالتثبت بأقوالهم عن السر من نقد الآخرين إلا ببرهان صادق، لأن كل إنسان يتكلم الإنسان بغير حق تحمل مسؤوليته. الأشخاص يعفون مثلا يصلحون، لكن المشكل الحكم الشرعي على أنه لا يجوز اغتياب المسلم ولا السخرية به ولا استنقاصه. المسلم يكذب لا يظلمه ولا يكذب يخذله، ويقول صلى الله عليه وسلم كل المسلم حرام دمه ماله وعرضه. أما شخصيا من أقول عفى الله عنا وعنهم ودرس حسنات والحمد لله رب العالمين، ولكن أوصي تقوى الله والتحرز بما يقولون. جزاكم الله خير سماحة الشيخ.